أهلا بيكم، معاكم مروة صالح. هنتعرف على شخصية هي الأشهر في العالم في مجالها، هي المهندسة المعمارية العراقية زها حديد. قدرت زها إنها تبهر العالم بقوتها وشجاعتها وكسرها النظرية النمطية للست الشرقية. حققت نجاح غير مسبوق وأصبح ليها بصمة في فن العمارة الحديثة، وكتير اعتبروها مدرسة في التصميم فريدة من نوعها. زها اتولدت في بغداد من عائلة معروفة، حبت فن العمارة من سن صغير جدا، وده ظهر بعد زيارتها لمعرض للفنان فرانك لويد رايت في دار الأوبرا في بغداد. وقتها قررت إنها لازم تكون مهندسة معمارية. اتعلمت في مدارس الراهبات في العراق، وكملت دراستها في بيروت، وحصلت على ليسانس الرياضيات من الجامعة الأمريكية. وبعدها درست فن الهندسة المعمارية وتخرجت من الجمعية المعمارية بلندن، واشتغلت معيدة في كلية العمارة ودرست في جامعات أوروبا وأمريكا. وفي لندن كان مكتبها الخاص اللي بدأت منه شهرتها حول العالم، ونفذت مشاريع عملاقة كتير، من ضمنها مشروع نادي الذروة في هونج كونج، ومحطة إطفاء الحريق فيترا بألمانيا، ومركز فانيو للعلوم، ومبنى BMW الشهير، ومحطة قطار ستارسبورج بألمانيا، وجسر الشيخ زايد في الإمارات، ومبنى نايل تاور في مصر. حصلت زها على جائزة الدولة النمساوية للسياحة، واللي بتعتبر أرفع الجوائز في النمسا، وصنفت كرابع أقوى امرأة في 2010 حسب تصنيف مجلة التايمز. وأدرجت منظمة اليونسكو زها حديد ضمن لائحة فناني السلام. وفي عام 2012 حصلت على الوسام الإمبراطوري الياباني. رحلت عن عالمنا في مارس عام 2016. سعدت بوجودكم، أنا مروة صالح.